بسبب الأحداث الأخيرة اللي حصلت في غزة، زي ما بقينا نشوف ناس كتيرة جدا من الغرب بدأوا يقرأوا القرآن ويتدبروا آياته من الصبر اللي شايفينه على الأهالي في غزة، وعلى رأسهم ميجان. وسبحان الله بعد أسبوعين حصلت المعجزة. Before we go through with this, do you have any questions? Do you have any curiosities? No. I'm ready. Bismillah. Inshallah. Okay, Bismillah. أشهد أشهد أن أن لا إله ألا أن لا إله لا إله إلا الله إلا الله وأشهد وأشهد أن أن محمدا رسول الله رسول الله صلى الله صلى الله عليه عليه وسلم 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 وسلم. وسلم. ما شاء الله، تكبير. الله أكبر. Yay! ما شاء الله. Oh, now I'm gonna cry. Wait. ما شاء الله تبارك الله، ربنا يا رب يزيد ويبارك. أعلنت إسلامها من 24 ساعة. ميجان على مدار الأسبوعين اللي فاتوا كان كل ما بتتدبر معنى آية جديدة بتعمل فيديو وتشارك الناس الآية دي. فيديوهاتها انتشرت جدا لدرجة إن المسلمين الغرب طلعوا وقالوا عليها الكلمتين دول. This is the most interesting take I've ever heard from a non-Muslim about the Quran. زي ما سمعت The most interesting take I've ever heard about Quran. الرأي الأكثر إثارة للإعجاب بشأن القرآن. اتعلمنا في الإنجليزي لما بنقول رأيي my opinion مفيش أي مشكلة، بس هتلاقي الأمريكان ساعات كتير جدا بيقولوا my take on. my take on يعني رأيي فيه، وحط الحاجة اللي انت هتقول رأيك فيها. إحصائية كده عملتها على مدار الشهر ده، في أكتر من 1000 فيديو اترفعوا بعنوان my take on رأيي فيه، وبيحطوا الحاجة اللي هيقولوا رأيهم فيها. Here's my take on it. Take it or leave it. Here's my take on it. Take it or leave it. Here's my take on it. Take it or leave it. Here's my take on it. Take it or leave it. فلو عايز تقول لحد ايه رأيك في الموضوع ده، what's your take on that? What's your take on that? I did. What's your take on that? 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 And then it was saying, it was talking about divorce, and I didn't know divorce was allowed. Divorce is allowed in the Islamic religion or Islam religion. من الآيات اللي اتصدمت فيها لما قرأتها إن الطلاق مسموح بيه. Divorce is allowed. معظمنا عارفين إن كلمة طلاق يعني divorce، بس في ناس كتير جدا لما بتتحط في محادثة بنقف هنا. هو هنا يا صديقي تيجي ميزة حفظ الجمل. When I was 2 years old, my parents got divorced. When I was 2 years old, my parents got divorced. When I was 2 years old, my parents got divorced. When I was 2 years old, my parents got divorced. I just got married. I just got married. I just got married. I just got married. وبصراحة الموضوع منطقي جدا. في علاقات كل ما استمريت فيها انحدرت. So it doesn't make sense to force people to stay in marriages that ain't working anymore. In terms of women, and it talks in terms of marriage. And أما بقى اللي فهمته من ناحية الجواز وإن الراجل يتجوز 4، خدت بالك من ناحية الجواز. اسمع كده. And it talks in terms of marriage. لما تكون بتحكي موضوع وتقول من ناحية كذا، من ناحية كذا، أو فيما يتعلق بالزواج، فيما يتعلق in terms of فيما يتعلق بيه، وخش في الموضوع بتاعك. يعني ممكن نقول من ناحية الكيان النجس، فيما يتعلق بالكيان النجس in terms of Israel. In terms of Israel today, in terms of ميجان هنا كانت دايما بتسمع، وعلى فكرة هي ما كانش ليها ديانة، عشان كده بقول لك كانت دايما بتسمع ان لو حد ضربك بالقلم اديله خدك التاني عشان يكمل عليك. If somebody slaps you, you gotta offer your other cheek and everything. If somebody slaps you, you gotta offer your other cheek and everything. Because that always bothered me. Slap يعني صفعة. If somebody slaps you, you gotta offer your other cheek. لو حد صفعك عليك أن تعرض عليه your other cheek. خد يعني cheek. Slap me.
What? Slap me now. Win the Super. Slap me. What? Slap me now. Win the Super. Kiss, cheek kiss. She kissed me on the cheek. 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 وهنا استعجبت في القرآن لما قرأت الآية اللي بتقول فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. Like I'm like, if somebody slaps me, I should be able to slap him back. In the Quran, it says if somebody fights you, you fight them back. You like if whatever they do to you, you do to them. And I was like, absolutely. أخدت بالك من الصيغة العسل دي وهي بتقول fight him back, fight him back. احنا بنقول في العربي ايه؟ ضربك ارجع اضربه، رد له الضربة. صفعك ارجع اصفعه، رد له الصفعة. اتصل بك رد له الاتصال، ارجع اتصل بيه. بالانجليزي fight him back، ارجع اضربه، رد له الضربة، رد له الاتصال، call him back. طب مثلا هو دفعني، رد له الدفعة، push him back، push him back. لو قلناها بشكل معقد شوية الضمير بيجي بيقسم الفعل المركب نصين. عشان كده دايما يا شباب لما نيجي نتكلم حد في التليفون بنقول له ارجع اتصل بيا، بنقولها ازاي؟ Call me back. 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 ارجع اتصل بيا. ادي الضمير مي اهو جه قسم الفعل المركب نصين اللي هو call back. دي بقى هنا عليكم انتوا حلها. واحدة بتقول زوجي راسلني. And my husband texted me. السؤال هنا بقى ازاي هي هنا هتقول وانا رديت عليه برسالة. معاك 5 ثواني. And I texted him back. And I texted him back. And I texted him back. Go call him and then call me 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 back. تعالوا نعرض 3 مشاهد كده من الافلام. الجمل دي اتقالت في حلقة النهاردة بين السطور. يا ترى كم واحد كان مركز كويس في حلقة النهاردة وهيقدر يجاوب عليهم؟ Take it or leave it. 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 What's your take? 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 That's bothering me. 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 اتعمدت احط لكم المشاهد دي لان دي كانت اهم الجمل والكلمات اللي اتقالت بين السطور في حلقة النهارده. قولي بقى في التعليقات عرفت كام واحدة صح من ال3 دول. وما تنسوش تابعوني على قناتي التانية انجليزي شوارع من الافلام، هسيبها لكم في اول تعليق. واللي مستني حلقة تتعلم انجليزي مع باسم يوسف ان شاء الله هتلاقيها نازلة هناك. كان معكم اسلام AKA سامكس من قناة انجليزي شوارع. لا اله الا الله.